عشان طبعا انا بطلع على طريق أملج عشان بأشر من هناك. كلنا بري ان شاء الله. هذا اخر دنيا، هذا ربنا يمسك، هذا هو شوف. أيوه. هذا صدره سوي كده، واخر شيء شوف هو الكلب كويس ولا ما في كويس. لا اله الا الله. يا زول علمنا، نبغى نسمع كذا كلمة عندنا جميلة وعندكم سيئة أو العكس. يمكن أكثر من 35 سنة. 35 سنة وانت أكثر بعد. ولا زلت تذكره. ولا كيف الطيب ما ينسي. الله يوفقه، الله يسهل دربه هالشايب اللي وصلنا. يا حلو انت، حياك الله. تسلم. كيفك يا زول؟ بخير والله. داير شنو يا زول؟ داير شنو انت؟ الحين محمد ادور لك صبة ولا ادور لك برميل ولا بركة تجلس فوقها؟ فايش القصة؟ قابلت عند المحطة طالع فيه، هذا وش جابه هنا يا ولد؟ أول شيء لا تنسوا لايك، اشتراك بالقناة، تعليقات جميلة مثل محياكم الجميل. انشروا المقطع. يا صباح التفاؤل، يا صباح السعادة، يا صباح الطموح. أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أول ما وصلت الفندق مباشرة أعطيتها نومة. تعرفوا نومة التعب؟ هذه اللي صارت على أمر الواقع، نوم التعب. الحين كل نشاط، وراي التأشيرة بنودع ينبع. هذه الغرفة اللي سكنت فيها، غرفة جميلة والله يا عيال، والله غرفة جميلة جدا. سعرها لا، لو قلت لهم رخيص راح يقولوا يدوروا الرخص. سعرها غالي جدا، يعني هي ب 200 600 ريال، مو 600 ريال، 200 700 800 ريال. بس أنا أخذتها ب 1000 ريال، قلت لها ما أحتاج يعني 1000 ريال. يزين هياط في اليوتيوب يحتاج هياط هايط. أنا حصلتها ب 400 ريال، وأنا بس أعطيتها 50 ريال زيادة بخشيش يعني حق. البداية لازم تمارين كل صباح. عود نفسك انك تسوي تمارين إطالة يا صديقي، مهمة جدا يا أخي. الحياة هذه لما تكون الصباح، بعض الناس من أول ما يقوم يبتديها فطور مباشرة، أو يبتديها قهوة، ولا يبتديها أكل، ولا يبتديها تبطح. يا أخي من أول ما تقوم أول شيء تحمد الله على نعمة اليوم الجديدة الذي أنعمه الله عليك، ثم تسوي تمارين إطالة. الأكل خله بعدين، اشرب مويه في البداية بعدين سوي تمارين إطالة. مهمة جدا، خلي حياتك يعني مليئة بالتمارين، بالأهداف، بالأمنيات لكي تتحقق. يا عيال غريبة، في ينبع أوبر وكريم، جلست ما يقارب ربع ساعة تقريبا عشان أحصل لي سائق. يعني الدرجة هذه أوبر وكريم في ينبع أقلال السواقين ولا إيش؟ طولت وأنا أطلب، عشان طبعا أنا بطلع على طريق أملج عشان بأشر من هناك. بس يا حيت يا ليت حصلت سايق من أوبر. نزلت تطبيق أوبر، كنت أستخدم كريم فما حصلت سائق فنزلت أوبر كمان شكله زحمة، بس الحمد لله حصلت واحد. خلينا نعطي هذا مفتاحه. صديق سلم على رفيق، هذا من أطلع له. كيف الجو؟ لا الحمد لله الجو كويس. محمد أين أنت يا صديقي؟ يا عرب السلام عليكم. هذا مفتاحك، يلا السلام عليكم. الحين انتظر يجينا. بعد انتظاره دام ربع ساعة ننتظر وننتظر. الحين الساعة 2، يعني يمديني اروح على أملج، ويمديني شكل هذا هو، شكله والله اعلم ان هذا هو كريم أوبر. شكل هذا هو، هذا أوبر. تمام وصل. الحمد لله لك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله توكلنا على الله. أوبر توكلنا على الله.
انت اخذت مشوار، اخذت تحت نزلت؟ لا كان فيه طريق بس انه شايف بشويش جلب طلع. ان شاء الله عاد الحين بنمسك طريق أملج ومن هناك بنشر باذن الله. الجو اليوم رايق يا عيال، اقسم بالله الجو رايق، مو مره حر كل شيء، ولا البارح جد حر رطوبة جدا مره، لا اله الا الله. الموقع نفسه الله على نفس الموقع. الحمد لله الحمد لله على السلامة يا محمد أوف. ركبت مع حق أوبر الله يسعده، يبغى ينزلني وين؟ نزلني هنا، نزلني في الطريق هذا، يبى ياخذ يمين إلا في واحد متجاوزة على اليمين، واقسم بالله العظيم بقى يصدمه، بينهم سنتي واحد بس على الصدمة، لأنه كان بيوقف يمين. فسبحان الله حقين أوبر وكريم عامة حقين التطبيقات مرات يشتغل طوال يومه يجمع له حق 100 ريال 200 300، بمقابل يصدم صدمة يدفع خلال الصدمة هذه 1000 ريال أو 1500 ربما، ولا يا شيخ أيا كانت. فكريم عامة البرامج التطبيق هذه مشكلتها انك تكد مرات بعدين تصدم، ولك دفعت كل اللي اشتغلت عليه. الله يرزقهم يا رب. انا طريقي من وين؟ هو هنا، هذا الطريق أملج، هذا طريق أملج ان شاء الله. بنشر من هنا يا الشمس، الله يعين يا اخي، ما في كبري يا اخي، وين الكباري؟ ايش القصة يا اخوة محمد أوف؟ عشرنا هناك، تأخرنا شوي فغيرنا المكان، قلت يمكن ربما ان المكان هذاك نحس، فغيرته فجيت هنا عند المحطة هذه، فابغى أشر، لكني جلست ايضا ساعة كاملة، يعني الحين لي ساعة كاملة وانا أشر. ينبع، لما وصلت ينبع قلت خلاص يا حبيبي، وانت رايح على أملج وانت رايح على شمال العالم بتوقف لك بسرعة. والله العظيم. الحمد لله حصلنا اخواننا. आपका नाम क्या है؟ محمد علي. محمد علي؟ محمد سلسل. محمد سلسل. ايوه ما شاء الله. अब तुम क्या करता है? मैं तो शरीके में काम कर रहा है कंपनी में. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. Because you helped me. You speak English? No. No عربي. عربي. Thank you. فالحين بينزلوني على طريق أملج، من هناك أكمل أشر على أملج إن شاء الله. يسحل عليهم والله. طبعا بعد انتظار ساعة ونصف وأنا أشر. شكرا. انت ايش اسم هذا يوتيوبر؟ إخوة محمد أوف. محمد أوف. انجلش محمد أوف براذرز. في نفر وقف من سامس. صحيح. يعني هو شوف هذا سيارة سوي كده، هذا سيارة سوي كده، هذا سيارة سوي كده. أيوه. يعني أنا أشوف كثير سيارة ما بشيل. طيب أنت ليش وقف أنا؟ أشوف أنت هني وقف وبعدين أنا أخش مطعم، أنا أفكر أنا لو أنا أطلع من مطعم أنا هصل نفر أنا أشيل أنا أودي قدام. ودي قدام، والله إنك كفو. والله يا رجال إنك كفو. وأقسم بالله. يعني من أول أنا أفكر هذا نفر أنا هصل لو هو موجود أنا أودي قدام، أنا وين يروح؟ ما شاء الله. انت من فين انت؟ بس ولا انا؟ انت من فين؟ هند ولا من بنجلاديش؟ انا بنغالي. بنغالي، كله بنغالي. ما شاء الله. يقول لي اقسم بالله اني لما شفتك تأشر انا قلب عور، يقول لو انا تعدي من عندك وما في شيء انت انا قلبي انا عور. والله العظيم عشان شرطه انا اشوف النظام. لا ما في مشكله، صحيح انا اعرف. شرطه يشوف في حقي انا في شركه في GPS. جزاك الله خير. هذا ليش ركب هذا نفر ثاني ولا انت تسوي مشوار كده انت تشيل فلوس يعني كثير هذا مشكلة. يعني يقول لك يعني رغم هذا هو خايف الا انها لما شافني يقول شالني. نعم والله ان ابوك فارس وجدك فارس يا طويل العمر.
شوف هذا طريق ما في تاكسي. صح. تاكسي مرة ما في. صدقت والله. الله يصادق. الحمد لله، جزاك الله خير. ان شاء الله جنة ان شاء الله. ان شاء الله رب. الله سبحانه. شوف انت شوف انت كيف ساعد ناس، شوف انت كيف هذا كله في الجنة. هذا كله نبر ان شاء الله. هذا اخر دنيا، هذا ربنا يمسك. هذا هو شوف هذا صدره سوي كده. هو شوف هذا قلب كده. سبحان الله. هو اخر شيء شوف هو قلب كويس ولا ما في كويس. لا اله الا الله، لا اله الا الله. دنيا ما في شيء. هذا ربنا يقول هذا انا انسان، هذا ثاني انسان. هذا لازم حب. صحيح. انت حبي انا ربنا يحبي انت. صحيح. سبحان الله. الله سبحانه يقول مسلم اخو مسلم. ايوه. مسلم اخو مسلم. مسلم اخو مسلم. احاديث كثيره لو فكرنا فيها عن مساعده اخوك المسلم. فرج عن المسلم كربه، فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه، كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والله احاديث كثيره عن فضل مساعده اخوك المسلم. يا عز الله ما قصروا، وقفوني عند محطة الاسمنت اللي بطريق أملج، لأن سكنهم هنا. فأنا الحين أبغى أمشي حق نص كيلو، بعدين بأشر بإذن الله. وين عندي؟ لا أمور تمام، ما قصرت يا عز الله. كثر الله خيرك. ما سوينا يا حبيبي. من أهل أملج؟ اي والله حبيبي. يا حياك الله. طبعا الحمد لله، وأشرنا تقريبا كذا ربع ساعة، والرجل الطيب وقف لنا. يا ربي لك الحمد. ورايحين على أملج إن شاء الله الحين. طبعا مين أشر معي؟ حبيبنا من السودان. حبيبنا من السودان ايش يقول؟ يقول يا زول 80 كيلو قريبه، ليش ما تاخذها مشي؟ قلت له احنا سعوديين من 150 كيلو وفوق نمشيها، 80 كيلو هذه تعتبر قليله. ها يا زول 80 كيلو قليله، ها يا زول. يقول لي 80 كيلو يا زول قليله، امشيها مشي، ما تحتاج سياره. ومن اول ما وقفت لي السياره هو اول واحد ركب. يا حبايبي، حبايبنا والله اهل السودان. اي والله ناس طيبين بجد والله. اكيد اي والله. لا شيء سبحان الله، يعني تحس انهم مره قريبين. ترى بجد ترى يا اهل السودان انتم ترى حبيبين عند الشعب. ولا مجامله ولا ما علي منهم ترى. كلنا ترى بشكل عام ترى الشعب السعودي ترى مره السودان كأنه طبوعهم يعني نفسياتهم جميله جميله نفسيتهم جدا. يتحملوا الناس يعني، حتى لو عنده كل انسان عنده مشاكل في الدنيا دي، ما في اكيد. هذا كله تحصل واحد يقابلك امانه صدق، نفسيتهم جميله. قبل كانه يعرفك من سنين. صدقت لا أعرف والله ناس كثير منهم، يعني جلست معهم، جلسنا معهم في العزب، رغم اني انا مالي الغنم ولا شيء. جلسنا معهم بالعزب وعلمونا الجبنه الجبنه. الله الجبنه جميله. كلها لي والله. وكان مره يعني نمزح مع بعض، وهذا مره كلها على الجبنه والويكه اشياء كثيره علمونا. وفي كلمات عندهم ما هي زينه، عندنا عكسها. اما تعال يا زول بالله علمنا ايش الكلمات اللي عندنا حلوه ما هي حلوه عندكم. علمنا يا زول. ها يا زول علمنا. نبغى نسمع كذا كلمه عندنا جميله وعندكم سيئه، او العكس عندكم حلوه. الشكشوكه هذه ما هي كويسه. الشكشوكه ترى عندهم ما هي طيب والله. صحيح يا زول. سبحان الله. طب يعني ايش معناها يا زول؟ معناها سيء؟
يعني اذا جيت عند سوداني ما اقول له ابغى شكشوكه. لا اللي من هنا عايش يعرفها، لكن اللي جاي من السودان جديد ممكن يضرب. لا اله الا الله، توصل الضرب. شكرا، هذه كلمه قاسيه سيئه جدا. ايش تقولوا للشكشوكه طيب يا زول في السودان؟ بيض تقولوا له. والله العظيم معلومه جميله. انا لاني رايح على السودان ان شاء الله عن قريب، يعني ان شاء الله يمكن بعد العيد. فوالله عاد انا اكلتي المفضله يا زول الشكشوكه. تحصيني في السودان كل ما خشت محل بالله اديني واحد شكشوكه. لكن انت قاعد هنا جديد ما يتعرف. ايه لا يعرفوك السائح. اذا نزلت المطار ثاني ما عندك زول بتمشي، اي زول بتلاقي المطار ده الحين سبحان الله احنا كمسلمين المفروض تكون اخلاقنا عاليه جدا. والله انك صادق. لكن احنا عكس. الحين لو شفنا واحد مثل الحليق ولا طيب يا اخي ما هو انسان هذا بجد. يا اخي انا وقفت والله لو ما ادري عنكم واللي مسلم واللي ما مسلم والله بجد والله بشيله مسلم ولا الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. عندي بعض الناس يقول لك لا يا اخي انت شيله ودور يا اخي البهيمه فيها اجر، يعني الناس ما فيها اجر. اي والله البهيمه البهيمه ترى امراه خشت الجنه بسبب كلب اسقته. يعني فما بالك انسان يا اخي. خله ما هو مسلم خله ايا كان باسلوب طيب. ترى الدين المعامله. الدين المعامله. كيف وصل الدين الى الهند والسند والمناطق هذه؟ عن طريق المسلمين الحقيقيين وليس اللي بالشكل. تضحك منك ابتسامه منك تقلب. اقسم بالله بابتسامه اللي يخش الاسلام يمكن. أيوة. اللي من غير الاسلام هو المسلم وغير المسلم. يعني الحين في بعض الناس الله يصلحهم يعني اسلوبهم مو طيب مره. يعني خلاص انت وش ملكت من الدنيا؟ تملك شيء من الدنيا؟ والله ما ملك شيء. اذا اعطاك الله علم والحمد لله. صحيح. لكنك انت كشخص وين وصلت؟ وين؟ بعض والله حتى سادسه ما معه. صدقت. حتى روضه ما معه. والله صادق. لكن ترى يشوف نفسه الشهاده مو كل شيء. اقسم بالله يمكن دكتور لكن عقله يا رجل صغير. ما هو مقياس. مو مقياس. لا مو مقياس. انا عندي في نظري انا ما مقياس جدا. بنظر كل انسان يفكر صح ترى الشهاده مو مقياس. ايوه العقل سبحان الله والبساطه. لا تكلف على نفسك. لا تضغط على نفسك. فالواحد سبحان الله ياخذها ببساطه يزينها، لكن تاخذها بشده لا. اخي الرسول صلى الله عليه وسلم جاره يهودي كان يعامله معامله طيبه. طيب مع احنا وش ديننا زي ما قلت انت المعامله. جاره اليهودي سوى معاه لما كان يطش الزباين عند باب بيت الرسول. فقدها الرسول لما فقد زاره. سبحان الله سبحان الله. احنا كمسلمين ما نعرف الدين حقيقي. الله المستعان. صحيح؟ الله المستعان. ما نعرف. هذا اللي يقول صلي وصوم وبس، غيرها المعامله والاشياء هذه ما نعرف. انا جاي من الوجه والله ما ادري عن عيال وقفت كذا حتى ما اشر. انا استحي. اي وقف لي واحد قلت له والله شوف ما معي ولا ريال. ولا ريال. طلعني من الوجه وغداني. قلت له والله انا متخيل انا مفطر متاخر مطعم اخذت معي 4 ريال وكنت فيها عيش. ايوه الحمد لله. الحمد لله يعني انا شبعان مو عيشه. والله ينزلني زمان الكلام ده تقريبا 1406 قول 1406. ترى ايام زمان الناس كانت فيها خير بالعكس معزم. الحين الناس تغيرت. الرجال اللي الحين اذكرهم ما وصلوا والله. وروح المطعم ونجرب 45 كيلو على الوجه ونجرب ويغديني غصبا عني. انزل. واعطاني جاب نفرين من وبيبسي وعلينا بالخير واخذني وداني لحد باب الباب حتى الباب. قلت له وقف حتى انا كنت اعرف واحد من العيال تاخذ منه سلف واعطيه. والله ما يجيني ريال. سالته زمان الحين في الطريق زي كذا يعني. قال انا والله زمان الكلام ده قبل ازمه الخليج كانوا اللي بدون بين السعوديه وبين يشتغلون هنا ويشتغلون. ايوه بطاقه. قال انا ابيع حليب واكسب لي ريال ريالين وعيل اخذ شيء منه. شوف كيف الله يبارك له صدقني والله. يعني شوف هو يماني ما يعرفني. انا الحين اذكره شوف كم سنه له. اذا حسبتها يمكن اكثر من 35 سنه. 35 سنه اكثر بعد. ولا زلت تذكره. ولا كيف الطيب ما ينسيه. سبحان الله. من هو الانسان الطيب؟ هو الانسان اللي ما عنده حساب. والله ما اعرف ولا اعرف اسمه حتى اسمه معه. الله اكبر. لكن انا الحين اذكره كل وقت امر على المنطقه اعلم عيالي. اقول لعيالي ترى مره اخذني واحد هنا والله ما اعرف. سبحان الله. بس انا بقول لك يعني اللي يجرب مو زي اللي ما يجرب. هذه اللي يجرب مو مثل اللي ما يجرب. اللي ما يجرب الحياه وحصرته وخطه يمين. اللي ما جرب العناء والتعب في الصغر ما راح يكون رحيم في الكبر. اكيد هذه حاجه بعدين انا سبحان الله انا جربت الاولين الشيبان الاولين الله يرحمهم. الواحد اذا جاب العامل يعطيه حقه على طول. يعطيه حقه. لكن الحين في زمننا هذا يقول له تعال يتماطل. اول لانهم ما علمني الوالد الله يرحمه راح السودان وراح مصر كان
يدورون شيء، ما في شيء. ايوه يسافروا من اجل لقمه العيش. ايوه فسبحان الله يعني لما يقول لا يا ولدي هذا حرام تعبان انا جربت التعب. سبحان الله. يشتغل الوالد انا علمني يشتغل الوالد اليوميه ب5 ريال في جده كان. الكلام ده قديم انا ما عندي انا الحين عندي 5. الله يطول في عمرك، الله يطول في عمرك يا رب. الوالد الله يرحمه توفى عمره 100. الله اكبر الله اكبر. الله يقول لي كنا نشتغل اليوميه ب5 ريال. اليوميه. بعدين يقول في جده الكلام. يقول اليوميه صارت ب 10 ريال بالمدينه. ب 10 ريال يشوفونها كبيره 10 ريال. الحين 10 ريال ما تكمل لك 3 كيلو. راحوا المدينه في ناس منهم عاد ابوي كان عشان جدي ما قدر يروح. جلس فيهم ليش؟ رجع عشان جدي ولا تعرف ما في شيء. ما في لا وظائف ولا في اعمال. الحمد لله يعني. اللي يعاني سبحان الله اللي يعاني قلبه يحن ويهذب نفسه. احنا لفت الايام الحين صرنا الحمد لله. احنا الحمد لله احنا بخير. نعمه يا رب. الحمد لله الخبز تلقاه في كل محل. اي والله. تلقاه. واهل الخير انت اكبر مثال انك تشوف اهل الخير شوفهم برمضان كيف. رمضان واقسم بالله الحمد لله ناس كثير متكفله بعوائل افطار عوائل. والله الحمد لله خاصه بالسعوديه يعني انا ما امدح السعوديه عشان السعوديه بشكل عام. فاي ناس والله لو تجي يشوفوك صايم تعال والله حتى لو يعرفون بعضهم ما يدري مسلم ولا ايه اشوف واحد وقت الفطور تعال حياك الله. وطريق انت شايف الطريق ممكن مرت عليك فالطريق تحصلوا يشرون المغربيه قبل المغرب بشويه كذا. هذا في رمضان الدول ما في السعوديه. لا برضه حتى السودان عندكم في لكن ما زي السعوديه. لكن في الخط وانت طالع من هنا من ام ليج من اي مناطق تلقى شباب متبرعين الله يجزاهم خير يعني ولا ياخذون لا مقابل ولا شيء. مهما وصلت من مرحله توب من الغناء تذكر انك مسلم وانك اذا ما فزعت لاخوك المسلم الله بيحاسبك على مالك من وين انفقته فيما اكتسبته وفيما انفقته. مالك هذا حتسأل عليه فلما الله يعلم انك قدمت للناس البسيطه للناس الفقراء الله بيجزاك بالجنه بالمقابل. اشياء كثيره في الحياه انا اقولها وانا بخير ونعمه ما سويت التجربه هذه غير اني ابغى اهذب نفسي أأشر بالطريق. الحين انا بما اني لفيت المملكه كامله تاشيره الحين لو معي سياره وشفت احد ياشر ما اخليه شفت ياشر لاني انا حاسس بالشيء ذا. اشرت 2 ساعتين اشرت 3 ساعات. الحمد لله وصلنا أملج والحين بنطلع بس خارج أملج. هذا دور وش هذا؟ دور السمكه. السمكه ها؟ شوفها على السمكه قدامنا ان شاء الله حيكون في دوار القرش ولا لا يا عم؟ لا يا حبيبي ما عندنا قروش. ما في قرش. قروش في الوجه. احنا ما عندنا شيء. ما تنسى عبارات. بعدين الغوها بعدين قالوا ها يا حبيبي والله العظيم من اجمل اللحظات اللي قابلناها الشخص الجميل واخذنا علومه. الله يعزك يا رب. والجو زان ما شاء الله تبارك الله. الحر راح الله يوفقه الله يسهل دربه هالشايب اللي وصلنا. الله يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة يا رب. يا زينة ويا طيبة ويا طيب أخلاقه ما شاء الله عليه. والله العظيم ما حب انه ينزلنا في أملج قال بأطلعكم إلى برا أملج وقطع برا أملج بمسافة 20 كيلو يمكن في منطقة اسمها الحرة. احنا موجودين في الحرة خلاص على الطريق العام من هنا بنشر وعلى الوجه بإذن الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا اخوة محمد اوف. اخوك محمد اوف يوتيوبر. الله الله. فيا طويلين الاعمار خلاص طلعنا من الحرة. فالرجال ايش قال لي؟ قال لي قاطع الظاهر ما ادري هو قال لي 10 كيلو 15 كيلو. انا قاعد قلت له ما دام انك صاير على الخط فودي اسير معك. فالحين بنقطع مع 10 كيلو 15 كيلو بعدها ان شاء الله هنشوف لنا كمان رجال طيب ثاني ويفزع فينا للوجه ان شاء الله. والله ييسرها يا رب. الحمد لله
ونزلت من عند النشمي هذا، من عند العنزي الله يسعده، قطع فيني تقريبا 15 كيلو على الوجه، والحين بكمل الوجه باقي عليها تقريبا اتوقع 100 كيلو 110 كيلو. بس يا زين الجو الحين جو عالمي والله، جو رايق. المغرب ما باقي شيء عليه. هنا مكتوب شركة البحر الأحمر، يعني أنا واقف عند مشروع البحر الأحمر. هلا العب. هذه طرب بما اني قربت الوجه. المشكلة المغرب ما بقى شيء عليه، إذا ما وقفوا لك قبل المغرب ما راح أحد يوقف لك في الليل. في الليل خلاص ما حد يوقف لك. الآن بالنهار الناس تشوف شكلي إجرامي، وأنا بالنهار تشوفني شكلي كذا مجرم. كيف في الليل؟ في الليل انسى أن أحد يوقف لي. Пожалуйста, помогаешь меня. باقي على الوجه 120 كيلو. حياك الله، يا مرحبا الساعة. عليك السلام ورحمة الله. على الوجه انت قريب؟ ها والله ما يسامع. كم كيلو؟ لا انت كم كيلو رايح؟ هنا. طيب هنا استغربت، خلاص هنا وقف، ترجع دربك من هنا. لا انا قصدي ذلك رايح مثلا 10 كيلو انت رايحها اروح معك. اذا 10 كيلو قلت اقطع مشواري، اما انك اذا انك هنا لا والله. الله ييسر دربك يا رب ويسعدك. ها يطول لي عمرك، الله يرضى عليك. الى الان لسه ان شاء الله انه ما يذن المغرب وما حد وقف. اتمنى ان اقل شيء قبل المغرب، لان لا اظلم الليل ما حد يوقف. طبعا الله يسعده قال لي وقف عندي، قال لي انا هنا. ماني فاهم، ما فهمت لما قال لي انا هنا. اوكي انت هنا ليش وقفت لي؟ الاجواء رايقه. تعرف انا ايش افكر فيه؟ انا افكر لو اظلم الليل ما معاي لا خيمه ولا شيء، الوجه قريب. الظاهر انا ادق على اخوي اقول له تعال يا اخي، تعال يا شيخ خذني تعال، ما دام ما معاي لا خيمه ولا بطانيه. ييسرها الله. طبعا يا جماعة الربع الظاهر انه بيظلم علي الليل وما حد جاني، فالرجال هنا رايح على المحطة اللي قدام، فقلت له اوكي نزلنا عند المحطة. كم تبعد المحطة من هنا؟ 2 كيلو. 2 كيلو يلا جيدة، فيها مسجد. زين عز الله انك من لحية غانمة يا النشمي. الله يسعدك يا حبيبي والله سبحان الله. كم باقي على اذان المغرب ولا اذان؟ لا اذان خلاص والله. فالحين رايح على المحطة باذن الله واشوف الوضع. فيها بقالة قلت لي صح؟ كويس يا رجال. ما هنا خلي ما في ذا بقالة حولك ولا محطات. لا قدام فيك. تمام ونشوف الوضع. اذا هذا ادق على خيي يجيني، بما انها خلاص الوجه قريبة. اقول لك الجو زين وناقصه شوفة الزين. زين الله. صدقوا يا جماعة الخير ان من الصباح الباكر ما اكلت شيء، من الصبح ما اكلت شيء. ليه ما اكلت شيء محمد اوف؟ احس اني تخين، احس وزني زايد، فقررت اني اسوي حمية غذائية. فالحين خلاص كاني عايش اجواء رمضان. الحين بفطر فطوري الوقت الحالي، فمن عارف وش افطر. ناخذ ربيع ولا سنتوب؟ سنتوب. يا اخوة محمد اوف، في عالم الحياة وفي عالم الغذاء لانك صمت لا تدبها دبه كبيره، يعني تاكل اكل واجد. لا خليك مثل محمد اوف. شوفوا وش اخذنا. ايش اسمه هذا بالمربى صح؟
هذا مربى الله عليك، وهذا بالجبنه، حاجات بسيطه، لا تبتدي اكله كذا اكله دسمه، لا خذ لك نقانق بس. 3 ريال 3 ريال. بسكوت هذا جميل لكنه غالي، هذا سعره 3 ريال لكن طعمه لذيذ. اكتب لي هذا او شلتت. اخذنا النقانق، الحين محمد ادور لك صبه ولا ادور لك برميل ولا بركه تجلس فوقها، عبال اخي ما يجيني. هذا النظام. حياك الله. هذول كلهم عمال شغالين في شركة البحر الأحمر للغذاء والدواء. حلوة للغذاء والدواء. نبدون لنا مكان عاد نجلس فيه. النفس سبحان الله إذا عودت على الأكل ما تشبع. لاحظت البارح تغديت، بعدها أخذت لي سناكات أكلتها، بعدها أبغى شيء ثاني. النفس إذا عودت على الأكل ترى ما تقنع، فأنت عود نفسك على الأكل البسيط عشان بطنك تتعود على الأكل البسيط. محطة بسيطة ترى اللي أنا فيها. لو نروح من هناك ها؟ أهلا أهلا وسهلا، ما شاء الله نورت والله يا حبيبي. حبيبي أقولك دغري جاني كذا دغري، قال تعال يا حلو أنت. حياك الله. تسلم. كيفك يا زول؟ بخير والله. داير شنو يا زول؟ داير شنو أنت؟ داير شنو؟ قل لي يا زول داير شنو؟ أنت رايح على وين؟ أنا رايح على أملي. كان قلت لي الوجه، كان أخويك قلت لي الوجه. ما شاء الله. والله كان قلت لي أخويك. وعليك السلام، حيك الشيخ. يا مرحبا الساعة. يا مرحبا، حياك الله. والله الله يزين حالك إن شاء الله. الله يعافيك. الله يسلمك. من أملج؟ ايوه من أملج. والنعم والله، يا حياك الله. عرفنا عليك يا النشمي. نايف بن محمد. والله ونعم يا نايف. يا حياك الله. من القرية ذي ولا من وين؟ ايوه من القرية هذه اللي هنا عقرة حصان اسمها. ايوه. يا حياك الله يا نايف والله. الله يحييك. نورت قناتي والله في اليوتيوب. نورك والله. يعني أنت يا نايف بالنسبة لي اليوم طلعت معي في القناة، أنت بالنسبة لي كأنك ربح كبير في القناة يا نايف. الله يسعدك. أنت يا نايف أنت إنسان عظيم والله. الله يسعدك. الله وبإذن الله متأمل فيك مستقبلا بارق ومستقبلا مليء بالإنجازات. الله يسعدك والله. الله يوفقك. الله يوفقك يا حبيبي يا نايف. خلنا على البركة، بركة المسجد نتكي فوقها وناكل. بسم الله. ايوه انا اشوف ان هذا اجمل مكان نستكن فيه هذا المساء. نعم نعم نعم. حياهم الله، فوتوا تفضلوا. حياكم الله تفضلوا. اوريكم طبعا خلف الكاميرات، اوريكم خلف الكاميرات الوضع لما انا اصور، هذا وضع خلف الكاميرات. العالم كلها طالع تفكر فيك، هذا وش يسوي هذا الوحيد الحين اللي صمل وقف يتفرج. حيك، اذكر الله يا مسلم، اذكر الله. اللحظة هذه شايفين الباكستاني هذاك اللي واقف طلع يعرفني وانا ناسيه، او بالاصح انا ماني شايفه زين، فهو طلع يعرفني فجلس يطالع فيه طلع من سكان الحي اللي انا منه بالوجه. فمن بعدها وانا اكل جاني، فلما قرب من عندي يا ولد عرفته، اثري هذا جارنا في الحي. فانا لما شفته على طول طرت على بالي الوجه، فقلت محمد انت رايح الوجه؟ قال لي وانا اروح الوجه. قلت طيب في سيارة تكفي معاك؟ حسبه جايب تريلا هو. قلت السيارة تكفي معاك وانا اروح على الوجه؟ قال انا يجي مع سيارة نفر ثاني، لكن انا الحين اكلم هو ان شاء الله انت روح معايا الوجه. فسبحان الله ما خلصت اكلي الا هو جايني بالسيارة واخذني معاه. طبعا لحسن الحظ حبيبنا هذا شغل عند بيت انا. شغال عند البيت عند بيتنا. فايش القصة؟ قابلت عند المحطة طالع فيه هذا وجابه هنا يا ولد، يقول انا في روح املج روح ينبع بعدين يجي الوجه وكذا. فالحين هو رايح على الوجه وهو اخوياه، هذول اخوياه معاه اثنين رايحين على الوجه، فخويتهم الله يسعده كلمته قال حياك الله. فرايحين على الوجه ان شاء الله الحين. आपका नाम क्या है? सैफुल्लाह. ايوه هو امسى علينا الليل يا جماعة الخير. قديم انا قديم مرة، يوتيوب مرة قديم. يا ان شاء الله نبغى نروح باكستان. ان شاء الله يبغى نروح باكستان، يبغى اتعلم اردو ان شاء الله.
الحمد لله وصلنا البيت يا جماعة الخير. رجعت للبيت. ده أنا مشتاق لك أوي. سبحان الله، مع أنها رحلة شهر لكن بسبة ظروف العناء والتعب، تخييم كل يوم تخييم، حسيت إني غايب عن البيت 2 3 شهور.